ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة القلقاس من اول ما بنجيبه ونقطعه ونقشره، وازاي كمان بنتخلص من المادة اللزجة اللي فيه من غير ما نغسله ولا نيجي جنبه خالص بالمية، ونبعد عنه المية خالص وهنتخلص من المادة اللزجة اللي فيه. وسهلة خالص. وازاي بنخزنه برضو بطريقة سهلة وبسيطة، وكل ده مش بياخد وقت خالص. عندنا هنا 3 كيلو انا عملتهم وجهزتهم وقطعتهم، وبتتحط في الفريزر على طول. يلا نشوف الطريقة عندي. اول حاجة، في طريقتين للتقطيع، ممكن اقطعهم زي اسطوانات كده زي اول واحدة كده انتوا شايفينها. تاني طريقة ان احنا بنقطع الجزء ده وبعدين بنقسمها بالنص، عشان لو هي كبيرة وصعبة، لان تقطيعه بيبقى صعب شوية، بيبقى ناشف، وبنقسمها بالنص. الطريقة دي اسهل شوية. وبعد كده بقطعه كده النص، كل نص انا اقطعه كمان لشرايح بالطريقة دي. بعد كده بقى بقشره، التقشير بتاعه هيبقى سهل خالص. اهم حاجة ان السكينة عندي ما تكونش فيها مية خالص، لو هي مغسولة انشفها من المية خالص، ابعد عنه اي مية، ما تجيش ناحيته خالص. بقشره كده بالطريقة دي. بجيب بقى عندي هنا ليمون، نص ليمون. دول عندي كان 3 كيلو، عملت عليهم حوالي ليمونتين. ببتدي امسح كده كل الاجزاء بتاعته من الوش من على الظهر بالطريقة دي، قبل ما اقطعهم خالص او قبل ما اعملهم الخرط اللي هي المكعبة او المربعة بالليمون كده. وبنمسحه، بنبعد عنه اي مية خالص. بعد كده ببتدي بقى اقطع عندي الشرايح زي اصابع كده بتاعة البطاطس، بس طبعا بتبقى تخينة شوية. وطبعا حجم ده حسب ما انتوا تحبوا، في مكعبات بتبقى رفيعة، مكعبات تخينة. انا عملت اللي هو المتوسط يعني في التقطيع. بعد الشرايح بنبتدي نقطعه كده مكعبات، وبكل سهولة خلصت ال3 كيلو في اقل من 10 دقايق. بعد كده عملت عصير ليمونتين على ال3 كيلو، وبعدين بقلبهم وما بجيش ناحيته خالص بالمية، ابعد عنه اي مية. بعد كده بقى ببتدي احطه في اكياس. انا لما اجي اسلقه، تابعوني الفيديو اللي جاي ان شاء الله، هنسلقه مع بعض وهنعمل الخضرة، وهوريكم بقى انه مفهوش ولا نقطة لزجة، يعني ما بننزلش لزوجة خالص. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير وسبسكرايب. باي باي.